صباح الفل. انا لسه صاحي من النوم والنهارده اجازه. من امبارح لحد النهارده الناس كلها عماله تسال هو اللوتري بقى بفلوس ولا لا، هل الكلام ده حقيقي ولا لا. انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الموضوع، فدخلت دورت على نص الموضوع وفهمت الكلام ده حقيقي ولا لا. دي الحاجه الاولى. فهمت هو هيفيد مين وهيضر مين، مين هيضايق من الموضوع، مين هيستفيد من الموضوع. هقول لكم كل ده دلوقتي في الفيديو، وهقول لكم وجهات النظر المختلفه، وممكن نتناقش في الكومنتس ونشوف الموضوع هيبقى مفيد لمين وضار لمين. طبعا انا تهت وانا بدور على المذكره عشان اعرف نص القانون، فاللي عايز يدور ورايا واللي عايز يتاكد من الكلام ده، المذكره اسمها One Big Beautiful Bill Act. المذكره دي بتقول فيها طبعا حاجات كتير قوي، بس احنا هنقول اللي يخصنا. فاللي يخصنا ان هو ايه، ان الناس دي بتتناقش بتقول ان هم عايزين اللوتري يبقى بفلوس مش اقل من 250 دولار عشان تقدم. فدي الحاجه الاولى، هتقدم على اللوتري ب 250 دولار مبدئيا. ده لسه الكلام ده ما توافقش عليه، الكلام ده لسه ما اتاكدش، الكلام ده كله لسه هيتاكد او يتوافق عليه بالرفض او بالايجاب، وعلى الاغلب هيبقى بالايجاب. هيحصل ايه الله اعلم، بس هو مش هيكون اقل من 250 دولار. الناس بتناقش 270 و300، اللي مكتوب في نص القانون 250 بلس او 250 وطالع. فاحنا هنشوف اللي هيحصل في ال 250 دولار دي ايه. في حاجه تانية مهمه جدا اسمها فيزا انتجريتي في. يعني ايه فيزا انتجريتي في؟ يعني ضمان. الضمان ده معناه ان انت هتدفع مع كل فيزا، مش فيزا هجره، اي فيزا نون ايميجرانت، يعني اي فيزا لا تؤهلك للهجره او تهاجر زي فيزا السياحه وفيزا الدراسه، هتدفع حاجه اسمها انتجريتي في، وهو ضمان هتدفعه بقيمه 250 دولار او على الاقل 250 دولار. ده اللي مكتوب بالظبط. القيمه دي بتستردها لما الفيزا بتاعتك تخلص بدون ما تكسر، بدون ما تخرج عن نص الفيزا بتاعتك. يعني لو فيزا دراسه فانت ما تطلعش بره حدود الدراسه. بعد ما تخلص فيزتك وترجع بلدك تسترد ال 250 دولار. لو فيزا سياحه بتروح السياحه بتاعتك، وبعد ما فيزتك تنتهي الخمس سنين لو ما كسرتش ولا مره في الخمس سنين بيرجع لك ال 250 دولار. لو ما كسرتش ولا مره خلال الخمس سنين نفس الكلام للفيزا السياحه. لو انت طلعت فيزا سياحه هتدفع 250 دولار حاجه اسمها انتجريتي في. دول بيكونوا ضمان عند السفاره، بتستردهم لما ترجع من الفيزا السياحه بتاعتك والفيزا تنتهي. يعني انت لو رحت امريكا مره او اتنين والفيزا انتهت، بعد 5 سنين بتسترد ال 250 دولار بتوعك مره ثانيه. هتستردهم بعمله بلدك ولا بالدولار الله اعلم، ولكن هتسترد ال 250 دولار. كسرت في النص او جيت بفيزا سياحه وحولتها دراسه، مش هتسترد الفلوس دي تاني، الفلوس دي راحت عليك. جيت بفيزا سياحه وحولتها، اتجوزت مثلا وعملت ورق هنا، الفلوس دي راحت عليك. عملت اي حاجه غير نص الفيزا بتاعتك الفلوس كلها راحت عليك. فال 250 دولار دي حاجه ضمان هم هياخدوها من كل الناس، ما عدا مين؟ المهاجرين، الناس اللي بتقدم على لجوء في امريكا. اي حد هيقدم على لجوء هيبقى فيه للجوء. الفي دي هتبقى عباره عن 1000 دولار. يعني وانت بتقدم على قضيه اللجوء هتدفع 1000 دولار للابلكيشن بتاع اللجوء. ال 1000 دولار دي مش هتستردها، ال 1000 دولار دي هتدفعها علشان تقدم على اللجوء. وكل سنه بتدفع 100 دولار على القضيه بتاعه اللجوء. يعني طول ما قضيه اللجوء شغاله بتدفع 100 دولار حاجه اسمها انيوال فيز. هم كاتبين 100 بلس، فهي هتبقى 100 وطالع. اي حاجه فوق ال 100 دولار. ده نص القانون اللي بيتناقش. القانون ده هيتنفذ منه ايه مش هيتنفذ منه ايه معرفش. انا طبعا حاطط القانون على التابلت وقاعد بقرا لكم من القانون عشان ما اسهاش وما اسرحش وما اقولش معلومه غلط. فده الكلام اللي مكتوب. برضو في نص القانون في حاجه بتقول ان اي حد هيجدد تصريح العمل بتاعه في امريكا او هو على فيزا عمل هيدفع 550 دولار. معرفش دول هيبقوا بشكل سنوي ولا دول هيدفعوا مره واحده وانت بتاخده اول مره، بس هو مكتوب اكستنشن او رينيوال، فده معناه ان هم ممكن يكونوا بيدفعوا مع كل مره. الكلام ده للناس اللي جوه امريكا اللي قاعدين على فيز عمل، او الناس اللي جت امريكا بفيزا عمل. هتدفعوا ال 550 دولار من هنا ورايح. هم مكتوب not less than 550، يعني مش اقل من 550 دولار. فبعد ما القانون يتناقش ممكن تعلى كمان عن الرقم ده. وكمان مكتوب ان تصريح العمل هيكون مدته 6 شهور، فانت كل 6 شهور هتجدده ب 550 دولار. ده الرقم المبدئي وده الاكت المبدئي. فهنشوف اللي هيحصل قدام. اي حد هيكسب اللوتري من 2026 وطالع هيدفع 400 دولار زياده فوق المبلغ اللي مطلوب اساسا. ففوق كل المصاريف اللي كنا بندفعها هندفع 400 دولار زياده و250 دولار فلوس تقديم. بالمناسبه اي حد عايز يقرا الكلام ده بنفسه، الكلام ده موجود في حاجه اسمها One Big Beautiful Bill Act. والكلام ده كله، الكلام اللي يخصنا كله موجود من صفحه 479 لحد 485. هم الست صفحات دول فيهم كل حاجه هتخصنا بخصوص الهجره، بخصوص الفيز السياحه، بخصوص الفيز الدراسه، بخصوص صريح العمل. فالكلام ده اللي يخصنا، دي الحاجات اللي نقدر ناخدها من القانون. هنسيبنا بقى من القانون شويه ونركز في احنا عايزين ايه. مين فينا هيستفيد من ده ومين هيتضرر من ده؟ اللي هيتضرر من ده اي حد كان بيقدم على اللوتري علشان هي مجانا، ولكن كان في ملايين بيقدموا علشان هي ببلاش، وبيروحوا بعد ما يقدموا ويتقبلوا ما بيقدروش يسافروا لان هم مش معاهم فلوس. ففي حاجه ايجابيه في الموضوع ان هم هيفلتروا الناس من قبل ما يقدموا. فلو كان في مليون 2 مليون 3 مليون بيقدموا هينزل الرقم ل 100,000.
طيب ده في صالح مين؟ في صالح اللي معاه فلوس علشان يسافر. فدي حاجه ايجابيه لناس وسلبيه لناس. سلبيه للي كان بيقدم وهو هيتصرف في الفلوس لما يكسب، وايجابيه للناس اللي كانت بتقدم كل سنه ونفسها تكسب عشان بس تسافر وهي فلوسها جاهزه وفلوسها حاضره. فدلوقتي عدد اللي هيقدمه هيبقى اقل بكتير، خصوصا من الدول اللي فرق العمله بتاعها كبير. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان عدد اللي بيتقبلوا منهم النسبه بتاعتهم هتبقى اكبر، بمعنى ان لو في 100,000 واحد قدموا وهم بياخدوا 55,000 واحد، ففي نسبه 50% ان انت تتقبل، مقابل ان انت كان في 2 مليون بيقدموا فكان في نسبه 5% بس ان انت تتقبل، او 1% على الاقل. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان هم بيحاولوا يفلتروا الناس اللي ما معهاش فلوس، لان دول مش هيفيدوا امريكا لما يجوا، لان هو جاي اصلا مش معاه فلوس، على عكس واحد جاي هو اوريدي مهندس او دكتور وهيجي يعمل معادلته ويشتغل على طول. فده هيفلتر الناس بالنسبه للسوق في امريكا. طيب هو اصلا نظام الهجره كان معمول ليه؟ نظام الهجره كان معمول عشان يجيب عماله جديده كل سنه تقبل بالوظائف البسيطه اللي يقدروا يشتغلوا فيها. طبعا الكلام ده بيكون راندوم، ففي ناس كتير بتتقبل وتيجي تشتغل بال10 دولار و12 دولار و13 دولار، وفي ناس تانية كانت مهندسين ودكاتره بيتقبلوا، فدول كانوا بيستفيدوا جدا من اللوتري، لان هم بيجوا بيعدلوا شهاداتهم وبعدين حياتهم بتتحسن اكتر وبيكونوا كويسين للمجتمع. طيب دلوقتي لما انت تعملها ب 250 دولار واللي يقدم لك بس مهندسين ودكاتره وناس مقتدره ماديا، هتيجي انت لما تجيبهم هنا، ما انت عندك اوريدي ملايين المهندسين وملايين الاطباء، انت محتاج ناس اللي هتغطي القطاع اللي تحت من السوق، الناس اللي هتشتغل في المطاعم، الناس اللي هتشتغل في صيدليات، الناس اللي هتشتغل في محلات هدوم، الناس اللي هتشتغل في حاجات عاديه موجوده، الناس اللي هتشتغل في النظافه، الناس اللي هتشتغل في السكيورتي. الحاجات دي كلها مطلوبه في امريكا. انت ازاي مش عايز تجيب الناس دي؟ فدي حاجه سلبيه للماركت ولكنها ايجابيه للاقتصاد. يعني الاقتصاد هيزيد لان في مهندسين ودكاتره، ولكن هي سلبيه للماركت لان العماله اللي تحت دي مش هتبقى موجوده. الحاجه الثانيه ان اي حد هيقدم على فيزا سياحه هيدفع 250 دولار، فانت فوق ال 180 او 160 دولار اللي هم ثمن الابلكيشن اللي كنت بتدفعه، هتدفع 250 دولار لما الفيزا بتاعتك تتقبل، علشان دي اللي هي الانتجريتي فيه، هتدفعهم ضمان لحد ما الفيزا بتاعتك تخلص وبعدين ترجع تستردهم. ده لو انت ما جيتش امريكا وغيرت الستيتس بتاعتك فتخسر ال 250 دولار خالص. فالموضوع بقى اصعب اكتر، فامريكا بقت اصعب اكتر. ده هيفيد هنا ازاي؟ هيفيد الناس اللي هنا في البلد، هيفيد البلد في الفلوس، هيفيد البلد في كميه الناس اللي بتقدم. دي هتبقى مبالغ مهوله. ال 400 دولار اللي زادوا على ثمن الابلكيشن بتاع الهجره في 55,000 ده رقم مهول. ال 250 دولار بتوع التقديم في عدد ال 200,000 او 300,000 اللي هيقدموا ده رقم مهول. الحاجات دي كلها حاجات تنعش الاقتصاد في امريكا ولكنها تضر الناس اللي بره. فالفكره اصلا من نظام الهجره ما بقتش موجوده اني مور، يعني هي ما بقتش حاجه موجوده دلوقتي. انت كنت عامل نظام الهجره عشان تجيب عماله تقبل بالوظائف اللي تحت، الوظائف اللي هي العاديه اللي موجوده في الماركت، اللي الدكاتره والمهندسين مش هيشتغلوها لان هم اوريدي درسوا وعملوا وصرفوا. فانت محتاج ناس جايه البلد جديد، محتاجه الحماس بتاع البدايات عشان يبتدوا يجروا في الماركت، وعشان كده بيجيبوا 55,000 واحد كل سنه. دلوقتي الكلام ده اتلغى، الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي بالكلام الجديد، وده اللي مخليني اشك ان هي يتوافق عليها، لان ده هو اصلا ضد الفكره. بس لو اتوافق عليها فهي هتنفع الاقتصاد، فانا مش عارف هي هتروح في انهي اتجاه ان هم هيبصوا للاقتصاد منها واحنا هنعمل فلوس فهياخدوها، ولا هيقولوا لا ده احنا بنجيب اصلا الناس دي علشان ينعشوا الاقتصاد اللي تحت، لان احنا اللي فوق عندنا اوريدي شغال، عندنا اوريدي مهندسين ودكاتره بما يكفي، عندنا محامين بما يكفي، مش عايزين اكتر. هل هيمشوها كده ولا هيمشوها كده؟ الله اعلم. انا بقول من وجهه نظري ان دي هتبقى مفيده للناس اللي معاها فلوس ومحتاجه تقدم وفرصها تزيد، هتبقى مضره جدا لمعظم الشعب. الناس اللي ما معهاش فلوس تقدم 250 دولار دول تقريبا 12 13,000 جنيه عشان بس تقدم، وهي تكسب يا تخسر، ولو خسرت راحت عليك الفلوس، لو كسبت هتدفع 400 بلس الفلوس اللي كنت بتدفعها اللي هي كانت في رينج ال 1000 دولار تقريبا، او ما اعرفش الرقم كام بالظبط. لكن اي حد هيقدم من الطبقه العاديه في الشعب، فانت بتتكلم في 250 دولار دول تقريبا 12 13,000 جنيه عشان بس تقدم، وهي تكسب يا تخسر، ولو كسبت هتدفع فوقيهم 400 دولار بلس الفيز اللي كنت بتدفعها علشان بس تيجي على امريكا، زائد الفلوس اللي انت محتاجها عشان تبقى هنا. فانت بتتكلم في 7 8000 دولار محتاجهم عشان بس تكون في امريكا ومعاك مثلا 2000 3000 دولار في جيبك، لان انت هتصرف كتير علشان تيجي هنا. اما بقى لو خسرت فانت خلاص راحت عليك ال 250 دولار. هل هتقدم السنه اللي بعدها؟ الله اعلم. طب هل هتروح تقدم على سياحه؟ هتقدم بال 160 او ال 180 دولار. طب لو اتقبلت هتحتاج فوقيهم 250 دولار انتجريتي فيه. طب الكلام ده كله فلوس كتير
هتنعش الاقتصاد في البلد، ولكنها هتضر الناس اللي موجوده بره امريكا، الناس اللي عايزه تيجي على امريكا. ودي اصلا كانت الفكره من فتح اللوتري من البدايه. فانا مش عارف راي الحكومه هيروح في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده. انا شايف الايجابيات في ده وشايف الايجابيات في ده وشايف السلبيات في ده وشايف السلبيات في ده. هم هيروحوا في انهي اتجاه الله اعلم. لحد دلوقتي البيل دي موجوده، ولكن لسه في محكمه عليا ولسه في حاجات كتير هيتوافق عليها. فالبيل دي هتطبق في 2026 ولا لا الله اعلم. هنشوف اللي هيحصل. في امريكا ما تاخدش اي حاجه غير بعد 3-4 شهور من مناقشه القرار، والقرار لسه طالع. انا حبيت ابلغ كل الناس بالحاجات اللي موجوده دلوقتي، بالحاجات اللي احنا نعرفها لحد دلوقتي، عشان انت تبقى في الصوره وتبقى فاهم اللي بيحصل. لو في اي اسئله ممكن تسيبوها لي في الكومنتس هنا، هرد على كل الاسئله في الكومنتس على اليوتيوب. ولو عندك اي حاجه عايزني اناقشها ممكن تكتبها لي في الكومنتس برضو، ادخل اطلع عليها واناقشها لك في فيديو تاني. ممكن نقعد نتناقش فيها مع بعض ونشوف هنوصل لايه. اتمنى لكل الناس التوفيق، واتمنى لاي حد عايز يجي امريكا ما يكونش محبط بالقرار. ان شاء الله يكون خير، وان شاء الله حتى لو بقت بفلوس وانت حوشت الفلوس وقدمت، ففرصك في الفوز بقت اكبر. الموضوع ليه زي ما قلت سلبيات وليه ايجابيات، فان شاء الله ان شاء الله لعله خير علينا كلنا، وباذن الله لو ربنا كتب لك فيها الخير تنولها. لو اتفرجت على الفيديو لحد هنا ممكن تعمل لي سبسكرايب، لان انا عندي 250,000 على الانستجرام و160,000 على التيك توك، بس عندي هنا 7-8,000 واحد. فيا ريت تعمل لي سبسكرايب هنا عشان نشوف الشانل هتروح بينا لحد فين.